السلام عليكم. يلا بينا نعمل احلى والذ كشري في نص ساعه وبس، من غير مواعين كتير ولا بهدله. يا دوب هم 7 8 حلل وبس، مفيش ابسط من كده ولا ايه؟ يلا بينا نبدا على طول. طبعا اول حاجه نبدا بيها البصل، علشان هناخد الزيت بتاعه ونستخدمه في كل حاجه بعد كده. ما هو مش افترا يعني، ما يبقاش مواعين وكمان طن زيت. بنقطع البصل شرايح رفيعه قوي على قد ما نقدر علشان يطلع مقرمش. انا بقطعه بالقطاعه البطاطس الشيبسي، لو مش موجوده عندكم ممكن نقطع بالسكينه عادي، بس تكون شرايح رفيعه. وبستخدم البصل الابيض علشان الاحمر مجرد ما بينزل كده في الزيت لونه بيتغير، ما بيلحقش يقرمش وبيتحرق على طول. في الخطوه بقى بتاعه البصل دي بالذات بشوف اللي بيحط دقيق واللي بيحط نشا واللي يحط خل. انا بقى جربت كل دوت ونتيجتهم مش بتعجبني خالص، البصل بيتحرق وبيطلع ممرر. في الفيديو ده قلت هديله فرصه اخيره واحط معلقتين خل، ويا ريتني ما اديت له فرصه، خلاص حرمت. بسخن الزيت ولازم كميه الزيت تكون كتيره، حوالي كده نص لتر علشان يتقلى كويس، وهنستخدمه في باقي الوصفه. بنزل بقى بالبصل وبقلب كويس قوي علشان افكه من بعضه، وكل شويه بفضل اقلب فيه علشان ما يتحرقش لغايه قبل ما يوصل للون اللي احنا عايزينه. بنطلعه علشان السخونيه بتاعته بتخليه لونه يغمق اكتر بعد ما بنطلعه. وهنا كانت المفاجاه الشنيعه اللي بيفاجئني بيها كل مره، وبرده مفيش فايده، ما بحرمش. ما انا بعمله من غير اي اضافات خالص وبيطلع ولا اديله فرصه تانية بحاجه انا متاكده انها مش هتنفع. بس يلا مش مشكله، اهي فرصه عشان اوريكم برده الفرق ما بين الاتنين. ده اللي اتحط عليه معلقتين خل، لونه بقى غامق خالص مع اني مطولتش عليه، وطعمه مر مراره السنين. وده اللي قليته من غير اي اضافات خالص، حتى النشا والدقيق بيطلع نفس نتيجه الخل، بلاش خالص. المهم بقى نقلبه على طول ونطلعه قبل ما يوصل للون اللي احنا عايزينه، ونحطه على مناديل مطبخ. البصل عشان يفضل مقرمش بعد ما نصفيه على المنديل بنشيل المنديل من تحتيه وبنسيبه يبرد خالص بعيد عن بعضه، وبعدين بنحطه في طبق، ما بنغطوهوش ولا بندخله التلاجة علشان يفضل مقرمش حتى لو قعد لتاني يوم. معلش بقى طولت عليكم في خطوه البصل ديت علشان مهم قوي، لانه مش بيطلع مظبوط مع ناس كتير. في الوقت بقى اللي البصل بيتقلى فيه نحط بقى باقي الحلل على النار علشان نخلص بسرعه وننجز. بس انا جمعت الخطوات كلها ورا بعضها في الفيديو علشان ما تتلخبطوش، بس وانا بشتغل كنت بعمل كله في نفس الوقت علشان انجز. والموضوع كله ما بياخدش الا نص ساعه تقريبا. مليت 3 حلل ميه للمكرونه والعدس والحمص علشان يتسلقوا. هحط الحله الكبيره فيها معلقه كبيره من الملح ومكرونه سباكيتي ومكرونه عقل، نص كيلو من دي ونص كيلو من دي، وبقلبها كده وبفكها بعيد عن بعضها واسيبها لغايه لما بتستوي. والحله الثانيه بحط فيها ربع كيلو من الحمص، يكون منقوع قبلها بيوم او على الاقل يكون منقوع ساعتين علشان يستوي اسرع. بياخد حوالي ربع ساعه على نار متوسطه من بعد الغليان ويكون استوى. والحله الثالثه بحط في الميه ربع كيلو من العدس وبسيبه يستوي برده حوالي ربع ساعه على النار متوسطه من بعد الغليان. خلاص كده كل حاجه استوت. بصفي المكرونه وببردها بميه، مش بحط عليها زيت علشان ما يبقاش كميه الزيت كتيره كده في الاكل. والعدس والحمص بصفيهم وباخد بقى العدس بعد ما صفيته بحطه في حله وعليه مغرفتين كبار من زيت البصل، وعليهم معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكمون والكزبره الناشفه، وبضغط عليه كده بالمعلقه كاني كده بهرسه عشان يبقى شبه اللي بيتباع بره. بنلاقيه كده لونه كده متغير مبيض كده شويه كانهم حاطين عليه نشا، لكن هم مش حاطين عليه حاجه خالص. ده بيبقى نتيجه الهرس. بفضل اهرس فيه كده شويه لمده 10 دقايق على نار متوسطه، وما تخافوش مش هيعجن منكم. وبعدين بطلعه وبحطه في طبق وبفرده بعيد عن بعض علشان يبرد كويس. وبعدين بقى بعمل الرز. باخد مغرفه كبيره من زيت البصل بعد ما بصفيته كويس، وبعدين بحط عليه كوبايه من المكرونه الشعريه وبحمرها، وعليها كوبايتين كبار من الرز المغسول ومتصفي، وبحط عليهم ميه يا دوب تغطي الرز، وعليهم معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبقلبهم بسيبه بقى لغايه ما بيستوي زي الطريقه العاديه. نحضر بقى دلوقتي الصلصه. ناخد مغرفتين من زيت البصل، ما احنا هنستخدم طبعا الزيت بتاعه في كل حاجه، ونحط عليهم معلقه كبيره من الثوم المفروم ونشوحهم لغايه كده لما ريحتهم تطلع من غير ما لونه يغمق، يا دوب كده ياخد لون ذهبي. وبعدين بحط عليهم لتر من الطماطم، بس دي كانت عندي في الفريزر، هسيبها كده لغايه لما تفك وتتسبك كده شويه. وبعد ما بتتسبك بحط عليها معلقه كبيره من صلصه الطماطم علشان تدي لون احلى، وعليهم التوابل ديت معلقه صغيره من الملح وكمون وكزبره ناشفه وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا و3 ورقات من اللورا، وبحط عليهم شويه ميه بخففها بيها علشان ما بتبقاش تقيله قوي. ومجرد ما بتغلي بطفي عليها النار وبس كده، وبصرف النظر عن اني بهدلت البوتاجاز، ما انا لازم ابهدل الدنيا واعمل كده. اخر حاجه بقى بعملها الدقه والشطه اللي هي اساس كل حاجه في الكشري. هجيب كوبايه من الميه واحط عليها معلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه صغيره من الملح والكمون والكزبره الناشفه ومغرفه برده من زيت البصل و3 معالق كبار من الخل، واول ما بيغلوا بطفي عليهم على طول. حابين بقى تزودوا عليها ميه تاني يعني تخفوها كده شويه براحتكم، دوقوها وشوفوا اللي انتوا عايزينه. نيجي بقى للشطه. نحط في حله مغرفه كبيره من الزيت وعليهم معلقه كبيره من الشطه. دي بقى الشطه اللي عندي ما كانتش حراقه قوي، فانا حطيت 3 قرون من الشطه الناشفه، قطعتهم علشان يطلعوا بس الطعم اللي فيهم، وبقلب كده على النار، واول ما تعطسوا تعرفوا ان كده تمام. نحط عليهم معلقه كبيره من الصلصه اللي هي المعلبه او المتسبكه عادي اي حاجه، ونخلي بالنا لو سيبنا الشطه مع الزيت كتير على النار قبل ما نحط الصلصه هتتحرق وتمرر. وبعدين باخد مغرفتين من الدقه اللي انا عملتها بتاعه الثوم واحطها عليها،
كده خلاص كل حاجه بقت جاهزه. شوفوا بقى شكل العدس بعد ما برد بقى عامل ازاي، زي الجاهز بالظبط. نسرق بقى طبق ماما من النيش كالعاده، ونحط المكرونه عليها الرز وفوقها العدس وفوقها الصلصه، ونوزع بقى الحمص والبصل ورشيت شويه بقدونس. هما مالهمش دعوه خالص بالطبق ولا بالوصفه، انا عارفه انه مش منطقي خالص، بس حبيت اكسر اللون شويه كده ويديله شكل حلو، مش هيأثر عليه. وبس كده خلاص. هو الكشري تحسوه شغلانه وصعب وبياخد وقت كتير، بس بالعكس ما بياخدش اكتر من نص ساعه تقريبا. بس مشكلته كلها في جبل الحلل اللي احنا بنستخدمها، بس مش جبل ولا حاجه يعني، هم 4 5 7 10 حلل يعني عادي يعني، وشويه التهاب في المفاصل، يلا مش مشكله. كله يهون في سبيل الطعم الحلو. جربوه وقولوا لي رايكم فيه ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.